في ميعاد نوم. طيب معانا مصطفى من القاهره. ازيك يا استاذ مصطفى؟ اخبارك ايه؟ كابتن كريم عامل ايه؟ الحمد لله. ايوه كده مصطفى فايق انت معانا كده. ايوه كده يا مصطفى. ازي حضرتك؟ انا كنت عايز اتكلم بس انا اول مره اخش في مداخله تليفون يعني في كوره بتاع. اهلا وسهلا. انا اهلاوي جدا اولا وبسلم على الكابتن محمد صلاح وكابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مصطفى. كابتن اهلا بحضرتك كابتن كريم. كابتن محمد صلاح بس كان في انترفيو قبل كده برضه اتكلم على محمد حمدي زكي ويعني عامل فوكس على الحته دي ان كوبر واخده وما بيلعبش. كان في اول ما كوبر جه برضه اخد لعيبه من الزمالك، كان في ديفندرين في الزمالك الكوبر واخدهم وكان طارق حامد ما بيلعبش وكان عبد الله السعيد وحسام غالي مش متاخدين في المنتخب واتاخد واحد تاني احتياطي في الزمالك وكابتن محمد صلاح ما اتكلمش في النقطه دي. فالموضوع ده حمدي زكي انا شايفه لعيب كويس جدا. حماده طلبه لما دخل المنتخب والناس كلها كانت معترضه ما حدش طلع من الاهلي اعترض ان حماده طلبه يروح منتخب مصر يعني. تحب كابتن محمد النقطه دي لا حد من احتياطي يا مصطفى كان كان حد احتياطي في الزمالك وتاخد المنتخب؟ لا انا بتكلم على كابتن على حماده طلبه ان تاخد يعني منتخب مصر كانت حاجه وان هو سنه كبير وان هو اساسا ما كانش باك شمال واتاخد منتخب مصر وما حدش في الاهلي خرج يعني قال حماده طلبه اتاخد منتخب او ما اتاخدش منتخب ما حد يعني فاهم حضرتك ما حدش علق في النقطه دي. لا بس كان يا مصطفى وبرضه دلوقتي استاذ بيتكلم على شيب اكرامي. حضرتك برضه بتضحك على شيب اكرامي برضه كسبان الزمالك كتير والاهلي كسبان الزمالك كتير جدا جدا جدا. احنا بنتكلم في السوبر، حضرتك بتتكلم في السوبر دلوقتي تاريخ السوبر بتهيألي 9 الاهلي والزمالك كسب مره وحرس الحدود مره. بس عايز اقول لك حاجه يعني انت عارف المشاهدين اللي بيخش يتكلموا كل واحد بيقول وجهه نظره. احنا بنتلقى وجهه النظر وبنسمع وبندي كل واحد فرصته. يعني كابتن محمد ما علقش على موضوع شريف اكرامي. لا بس انا شفته كان مايل برضه. اصل بص حضرتك برضه يعني الناس عقليات الناس هو كان مايل على كابتن علاء ميهوب واتكلم في النقطه دي. كانوا بيتكلموا في حاجه ثانيه خالص على فكره. كانوا بيهزروا مع بعض على فكره مالهاش علاقه مصطفى. خلينا بس في مصطفى سخنان يا مصطفى. اهدى يا مصطفى احنا بنقول مش عايزين تعصب. انا الاهلي بصراحه انا ما يعني انا استغربت ان سنه واحده الدنيا اتقلبت كده محسسني ان الاهلي يا جماعه بقى له 10 سنين كان بالنسبه لنا المساله عاديه جدا. ايوه مصطفى قولي انا يا كريم. ايوه انا عندي 34 سنه تمام. ويعني بتفرج على الاهلي كانت الكوره لما تبقى في نادي الاستاد ولا حسين السيد كان برضه بتوجعني من القلق من الزمالك ومحمد صبري والايام دي. انا وصلت في ال10 سنين اللي فاتوا انا بتفرج على ماتش اهلي وزمالك مطمن. فبص صباح الخير اللي هو الاهلي كسبان كام يا جماعه؟ ايوه. فحسيت في سنه ان الدنيا اتقلبت خالص يا كريم. ما خلي بالك يا مصطفى عايز اقول لك حاجه. اتفضل يا حبيبي. يعني مش كل الناس زي بعض. الجماهير في جماهير زعلانه قوي دلوقتي. يعني انت حتى تلاقي جماهير النادي الاهلي نفسها زعلانه وراحت النادي الاهلي والدنيا مقلوبه. وفي ناس تبقى هاديه جدا تقول لك ايه اللي يعني الموضوع بسيط جدا. فاهمني؟ مصطفى مصطفى معاك علاء يا مصطفى. انت متابعنا من اول حلقه؟ الحمد لله. انت متابعنا من اول حلقه؟ متابع حضرتك شويه يمكن احنا حولت وجبت. طيب احنا كنا بنتكلم انا وكابتن صلاح وكريم من اول مباراه من اول حلقه واتكلمنا على حته النادي الاهلي وانا اتكلمت وقلت ان اتكلمت تقول ده بالظبط. قلت الاهلي كسب بطولات كتير وكون نخسر بطوله او اتنين دي مش مشكله لان الاهلي لا ده اكيد ده الاهلي نادي بطولات زيه زي الزمالك مفيش اي مشكله ممكن تخسر بطوله واتنين لكن حته ان انت بقى الموضوع يبقى عادي بالنسبه لك ما اعتقدش ان في حد في النادي الاهلي خالص بيتمنى كده يا مصطفى. وزي ما بقول لك يا مصطفى اديني فرصه اتكلم بس. وانا عارف ان المساله ان شاء الله وقتيه ومش هتدوم مع النادي الاهلي. هي مش وقتيه يا مصطفى هي مش وقتيه. هي بقول لك ممكن تحصل في كل انديه العالم ومتفقين على كده لكن الانديه الكبيره والبطل دايما ممكن تحصل له هزه لكن في ثانيه وبسرعه يرجع تاني بطل فما تقلقش والمشكله ما فيش مشكله يا مصطفى خالص. الدنيا كلها ما بتقومش عليه. لا ما بص يا مصطفى زي ما كريم مصطفى يا كابتن في السنه اقول النقطه دي بس انا بناخد في السنه 5 6 بطولات كان عادي جدا. الزمالك ربنا كرمه واخد الدوري وانا بعترف ان الزمالك السنه دي كويس اخد الدوري. انا حسيت ان الدنيا كلها اتقلبت والشوارع والدنيا فرحه يا مصطفى. الزمالك يا مصطفى لازم بص يا مصطفى كل نادي بيكسب لازم تديله حقه. يعني انا هقول لك انا في الاعلام من 2008 ماشي. انا 90% من اصحابي زملكاويه. اسمعني اديني فرصه اتكلم يا استاذ مصطفى اديني فرصه اتكلم. اتفضل يا كابتن. كل نادي بيكسب لازم تديله حقه. يعني مثلا الاهلي انا في الاعلام من 2008 من ساعه ما دخلت الاعلام والاهلي بطل الدوري من 2008 لغايه 2014. لا من 2005 بقى لو بنتكلم في انا بتكلم عن نفسي. انا بتكلم عن نفسي انا اللي انا دخلت الاعلام من 2008.
فكل سنه كان النادي الاهلي بيكسب فبنحتفل بالنادي الاهلي ونجيب النادي الاهلي لا 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 مش بنفس الطريقه بتاعت السنه. لا 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 ده احساسك انت بقى، ده احساسك انت عشان انت زعلان. لا ده احساسك انت. لا بس خلي بالك، اسمعني يا مصطفى، يا مصطفى اديني فرصه. خليك تتكلم براحتك خالص. الزمالك بقاله فتره ما كسبش الدوري من اخر مره من كام؟ من 2003 لو تفتكر. طبعا. طيب احنا السنه دي كان عبد النعيم الاهلي كان مديله الدوري. ماشي والله 4 سنين الاهلي بعيد عن الدوري. انت اهلاوي الزمالك 6-1 واخد شامبيون افريقيا 2001. حلو. واخد سوبر افريقيا، عمل انجازات. حلو. اديني فرصه اكمل فكرتي، اديني فرصه اكمل. كل الكلام انت بتقوله ده احنا عارفينه. بص انت كل شويه تقول لي اتفضل، كل شويه تقول لي اتفضل وما تدينيش فرصه اتكلم. الزمالك بقاله 12 سنه ما خدش الدوري، فلازم هتكون الفرحه بالنسبه للزمالك مبالغه، وان هو يكسب الدوري والكاس بعد فتره 12 سنه، وخلي بالك يعني فتره كبيره. فما تحجرش على جماهير الزمالك او على حتى فرحه الزملكاويه او ده طبيعي يعني. بس ما حدش يجي على الاهلي، بس انا ما بتكلمش بالعكس يفرحوا والدنيا. طيب عايز اقول لك حاجه، وانا بحترم على فكره، انا اقول لحضرتك حاجه، انا سبب رئيسي 90% بس ما حدش يزعل مني. 90% 95% من فوز الزمالك مع احترامي لكل الناس مصطفى مرتضى منصور. كلامك صح. اي حد يقول غير كده هيقول لي لعيبه، هتقول لي الراجل مسيطر على الاعلام، الراجل مسيطر. بص يا مصطفى اتعود بشخصيته قويه. بص يا مصطفى، دايما الفريق اللي بيكسب بيبقى اعلاميا فيه اهتمام بيه اكتر من الفريق اللي بيخسر، زي ما حصل مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. لا بس اقول لحضرتك حاجه، احنا كنا بنخسر وكان بيبقى فيه اهتمام اعلامي. يا جماعه الاعلام يا مصطفى، هو انا ماشي اوكي، دي حاجه تانية. انا بكلمك في كاعلام بقى، انا شغلتي اللي انا بشتغلها. انا هو راجل زملكاوي بقول على الهوا انا زملكاوي، بس ما بدخلش الزمالك وانا بحترمك، وانا في حاجات بشلل فيها برضه بصراحه. بس انا اول مره اخش التليفون، وانا اسف يعني ان انا طولت. لا ولا انا اول مره اخش التليفون، بس انا في حاجات برضه هتجنن من حضرتك، بس يعني انا اتدخلت بس عشان يعني انت بس شكلك انت شكلك بس كده ايه، ما بتستحملش اي حاجه تتقال على الاهلي، وفي شخصيات كده او في يعني في جماهير كده، ودي واحنا بنحترمها فيك. لكن لازم تتقبل ان لما يكون الزمالك هو بطل او احسن، لازم الكلام هيبقى على الزمالك اكتر، وهيبقى الاحتفال على الزمالك في الوقت ده عشان الزمالك هو البطل. زي ما حصل قبل كده في الاهلي. طبعا انا مش الاهلي تاني ولا الاهلي غير بقى في مصر، ولا تطلع احتفل بالاهلي. بس ما تنساش الاهلي، ما تنساش الاهلي، مش يعني ما تنساش الاهلي عمره ما حد بينساه يا مصطفى يعني. بس يعني اهدى بس، عايزك تهدي اعصابك. في واقع دلوقتي، بس في واقع اداريا الناس مش عارفه توصل للصوره صح. الناس مش عارفه ترجع الهيبه، دي مشكله. ما حدش بص راجعه لانه ولاد الاهلي كتار وكبار يعني. بص في زملكاويه زيك كده يعني. مثلا ايه لما كنا الاهلي بيكسب، انا اصحابي زي كده. اسمعني بس، لما الاهلي كان بيكسب ومثلا انا زملكاوي وبطلع على الهوا، انا ماليش دعوه، انا بتكلم اعلام بقى او بتكلم اخبار او كذا. لما كنت بطلع احتفل بالاهلي او بتكلم الزملكاويه يزعلوا مني، طب انت ازاي مش عارف كذا، ده انا اقول لهم الاهلي البطل، الاهلي الافضل في الفتره دي، فلازم هنهتم بالاهلي ونديله حقه. هي دي الكوره وده الاعلام، فانت لازم تتقبل كده وتتقبل كده. فما تحسش بس ان ايه، ما تحسش ان ايه عشان الزمالك السنه دي اللي خد البطولات لازم الناس تهتم بالزمالك، ان الزمالك السنه دي الاحسن والافضل واللي خد الدوري. بس كريم اسالك سؤال واحد بعد اذن حضرتك، انا اسف ان انا طولت. لا براحتك جدا، بس انا مبسوط من المداخله دي، اتفضل. طيب بامانه ربنا يا كابتن كريم، وانا كده اشهد لك بالموضوعيه بصراحه. حضرتك مش حاسس ان الدفه الاعلاميه اتغيرت شويه بوجود المستشار مرتضى منصور، معمول له حساب؟ انا معاك معاك. وانا بصراحه انا الراجل ده كنت يعني بص الزمالك بحبه قوي. انا الراجل ده بالنسبه لي حاجه يعني، لا راجل قوي جدا وشخصيه تمام. ارد عليك انا شابوه ليه. اتفضل. ارد عليك. قوه الاداره زي ما كان كابتن حسن حمدي قوي وكابتن خطيب وكده، قوه الاداره بتخلي الاعلام مش يقلق، لا بتبقى لا يقلق للاسف. مش يقلق. ليه يقلق؟ لا ليه يقلق؟ احنا بنجيب المستشار مرتضى منصور بننتقد وبنتكلم، لا انا بتكلم عن نفسي، ماليش دعوه بالاخرين. لكن قوه الاداره بيبقى ليها دور كبير جدا في نجاح النادي. يعني الزمالك السنه دي نجح مش كوره بس، الزمالك نجح اداريا ونجح اعلاميا خلي بالك. وهي شخصيات بتختلف بقى. مستشار مرتضى منصور قدر ينجح في كده، وده سبب من اسباب نجاحه زي ما انت بتقول. انا بشكرك. عايز تقول حاجه ثانيه يا مصطفى؟ اقول له انا حاجه. كابتن علاء عايز يقول لك حاجه. مصطفى اتفضل يا كابتن. اديني فرصه يا مصطفى بقى. اتفضل يا كابتن. عايز اقول لك بس ما فيش قلق خالص،
والبطولات رجعت تاني النادي الاهلي. وانا سعيد بروحها وكل حاجه، لكن الكلام اللي بيقوله كريم طبعا كلام مقنع جدا، وفي فعلا ناس كتير قوي زيك. لكن اللي عايز اقوله ان انت زي ما بقول لك واخد على البطولات واخد على الفرحه، ما تقلقش كل حاجه راجعه تاني ان شاء الله. طب يا مصطفى قبل ما يقفل بقى شفت يا كابتن قبل ما يقفل يا كابتن الاهلي هو بيتغلب والله، عشان الاهلي هو بيتغلب ايام كابتن اسماعيل يوسف وايمانويل وبتاع، عشان الاهلي هو بيتغلب. بس كان عندي ثقه برضه في الاهلي وان الدنيا هتروح وتيجي، لكن انا حسيت. طب قول لي يا مصطفى، قول لي بقى قبل ما تقفل توقعاتك. انت ما قلتش توقعاتك، يعني شوف المداخله دي كلها ان شاء الله ان شاء الله ما سمعناش توقعاتك. ان شاء الله الماتش ده ولا هيروح لا هيروح تعادل، لا اما في اول الماتش لو السيناريو مشي ان شاء الله كويس والاهلي نازل واقف ورجاله ان شاء الله الاهلي. بس انا حاسس فيك كده، حاسس فيك كده بنبره عصبيه وخوف. انت قلقان من الماتش. استفزه شويه. ايام زمان انا كنت بقلق ومنتوش الاهلي والزمالك فقعدت 10 سنين مستريح. صراحه الماتش اللي فات ده لا ابتدت الدنيا، لا الزمالك ابتدى فعلا صعب وفرقه كويسه وبتاع. تمام. نظرا للغلطتين من عندنا، حتى الماتش اللي فات الغلطتين من الدفاع عندنا يعني. خلي بالك عايز اقول لك حاجه. انت قفل التليفون اتقطع. انا عايز اقول لمصطفى حاجه لو سامعني. اطول مشاهد او اطول مداخله كمشاهد. لا بس هو بشكرك يا مصطفى، هو لذيذ في الحوار. هو بيحب الاهلي قوي وزعلان النادي الاهلي ما خدش البطولات. حتى لا طريقه كلامه لذيذ، لكن زي ما بقول يعني ما فيش قلق يعني. الانديه كبيره. لا هو بس حسيت شويه حتى يعني ايه. لا كابتن محمد صلاح بيتكلم على محمد حمدي زكي اللي هو ازاي يروح منتخب يعني. لا دي حقيقه. ما دي انا كنت بس عايز اساله مين الاحتياطي اللي كان في الزمالك راح المنتخب، بس هو اعتقد هو بيتكلم على حماده. حماده كان بيلعب. مش عارف ما ادكش فرصه تساله اصلا. لا هو يسال نفسه يعني. حماده كان بيلعب. لكن هقول لك على حاجه قبل كده